قفوا مع هذا الرئيس، فإن هؤلاء الذين فشلوا في هذه الجولة سيظلون يعملون بالليل والنهار ويمكرون ويكيدون لكي والعياذ بالله يضعفوا من هذا الرئيس أو يقومون بأعمال في المستقبل القصد منها إثارة القلاقل وإظهار الرئيس كأنه ضعيف. لذلك نرجو إن شاء الله أن تقفوا مع الرئيس. حرروا تونس، وتونس لا تتحرر إلا بجيش يدين بالولاء لتونس لا لأعداء تونس. أمن ومخابرات في خدمة تونس، إعلام في خدمة تونس لا في خدمة أعداء تونس. رجال أعمال يغارون على نهضة تونس لا يخدمون أعداء تونس. هذا الله يرحم والديكم الشعب يقف مع الرئيس. فنسأل الله تعالى أن يوفق هذا الرئيس وأن يعينه، فلقد كان فعلا نموذج فريد في بلاد المسلمين.